ورا مصنع الكراسي. قضية الأسبوع: ضرب النائب توفيق عكاشة بالجزمة في البرلمان. اللقطات اللي واخدينها كلها طبيعية، والأكتر أنا وأنت وهي، أنا وأنت وهي وهي. أنا مستغرب يا جماعة، مستغرب الناس اللي زعلانة من توفيق دي. حد يزعل من توفيق؟ تنسيتوا توفيق ده مين؟ توفيق ده يا جماعة اللي خلانا ما بطلناش ضحك لمدة 5 سنين واكتر. ده عكاشة يا جماعة، عكاشة مفجر ثورة الضحك الإعلامي في مصر. الواد شفطوره اجيب له الواد حنطوره. يعني انا ايه لا مؤاخذه؟ نعجه؟ انا نعجه يعني؟ انت عارف يعني ايه نعجه؟ يعني انثى الخروف. ما حصلتش خروف حتى. يعمل لك بخ بخ اوعى بخ عو عو. ادي علي، انزل هات لي الواد شفطوره. كل ما تيجي تمسك البلد وكل ما تيجي عايز تمسك الدوله يقوم قايل لك عو. اتريني حمار وما اناش عارف ان انا حمار. لانك لو مسكتها مش هتديله فرصه انه ينفذ مخططه. يا عز، ابعت هات لي نص شليته برسيم عشان اتعشى النهارده. البلاصي تلاقي بطنه من تحت كبيره قوي وفتحته من فوق كبير، يعني انا مش عايز اقول لك ان في الكاميرا اقل من الطبيعه والله. انما الزلعه تلاقي بطنها من تحت صغيره وفتحتها صغيره. ولكن الواد حنطوره قال ان شفطوره كان امبارح بيبيع بانجو. ما هو انا لو قلت 5 في 6 ب 30 محدش هيصدق. طب ايه رايكم بقى 5 في 6 ب 0.3؟ طبعا شفطوره بيتاجر في المخدرات، لكن لما اتمسك ما كانش معاه مخدرات. اللي بيحصل فينا دلوقتي المش دودو فيه دودو فيه. افهموني. لازم تخرجوا في مظاهرات، لأن لو مات توفيق عكاشة في 86 مليون توفيق عكاشة. مش بس الأداء اللفظي والحركة العكاشة هو اللي بيفجر الكوميديا، لا، القناة كلها كوميديا في كوميديا، وهو اللي بيسيح لهم في القناة. ال30 مملوك، يعني احولكم للتحقيق ولا اخصم لكم ولا اعمل فيكم ايه؟ عشان اتفضل. معلش، اصل اغلبهم من عندنا من البلد. بصي، افشل حاجه في قناه الفراعين الهندسه بتاعت قناه الفراعين. انا شاكك ان هم معاهم ليسانس اداب مش بكالوريوس هندسه، بامانه يعني. يا عم اطفي التكييف ده بقى. في انتوا هتشتغلوني؟ هو انتوا في الشتاء تشغلوا لي التكييف على اخره، في الصيف تطفوا لي التكييف؟ انا اهو ماشي، انا اهو. انت بتقطع عليا لا يا عم؟ وانا بعمل حاجه غلط؟ ده انا عايز الناس تشوفني. انا اهو. انت عايز ايه يا ابني؟ عايز البتاع دي؟ هات. خش كادر، في ايه؟ خش يا حبيبي، احنا في المنظره. انت على ما تقومي تكون القيامه قامت. خليك يا استاذه حياه، خليك. خد. شكرا. ده احنا رابطينك في الكرسي. توفيق عكاشة راح بورسعيد، خرجت بورسعيد تستقبله. لا حول الله يا رب. يعني انا بالفعل اضعف اداره عندي اللي مسببه لي جميع الامراض اللي عرفها العلم وما عرفهاش هي الاداره الهندسيه. انا بعتذر على الفلاشه اللي حصلت عندكم. المدرسة الإعلامية اللي انتهجها الدكتور عكاشة خلتني أسأل، هو دكتور في إيه؟ أكيد دكتور في حاجة تخص الإعلام، ده المفروض. واحد بعت لي وبيقول لي: وانت دفعت كام في الدكتوراه المضروبه بتاعتك؟ اقول لك اديتهم 1000 بوسه. مجرد تساؤل موجه للنائب توفيق عكاشة. النائب توفيق عكاشة خريج معهد خدمة اجتماعية كفر الشيخ سنة 90 بتقدير مقبول. وبعدين فجأة قال إنه خد دكتوراه من أمريكا. طيب، حد شاف صورة رسالة الدكتوراه دي؟ محدش شافها. لغاية ما جم يأسسوا حزب مصر القومي. فهو بنفسه راح قدم صورة شهادة الدكتوراه بتاعته من جامعة اسمها ليك وود. أنا ما أعرفش إيه جامعة ليك وود دي.
الميزه ايه بقى؟ اللي الحزب لما نزل السي في بتاع الحزب نفسه نزل صوره الشهاده دي، فخدنا صوره الشهاده، عملنا بحث على جامعه ليكوود برادنتون في فلوريدا، مفيش جامعه بالاسم ده نهائي. ما علينا من الدكتوره، اهو نائب، ونائب ده يا جماعه مش قليله، ومن ساعه ما نجح وبقى نائب طموحه لا يتوقف. واول ما دخل المجلس كان عينه على رئاسه المجلس، بس ما حصلش نصيب، لذلك تلاقيه متعصب ومتشنج دايما على رئيس المجلس لدرجه انه طرده. احتمالات فوزي برئاسه البرلمان كبيره جدا. احترم المجلس وما تزعقش، ما اقعد في مكانك لو سمحتوا. هل توافقون على اخراج النائب من الجلسه؟ الموافق على اخراج النائب من الجلسه تفضل برفع اليد. يخرج النائب من الجلسه. اخراج النائب من الجلسه. عكاشة مش مكفيه الانتشار والكوميديا اللي عاملها على قناته، قرر يبقى له اجراءات على الارض ويبقى فاعل في المنطقه ومؤثر في قرارات المجتمع الدولي. تعمل ايه يا تيفا؟ تعمل ايه يا تيفا؟ قال لك بس اعزم السفير الاسرائيلي. ارسلت دعوه الى سفير اسرائيل في القاهره علشان يتعشى عندي في البيت. אמש השגריר מגיע עם אחדים מהשגרירות הישראלית, עוקשה מביא צוותים שלו מהטלוויזיה, כבר מעלה הערב צילומים. وهاجت الدنيا وقامت ما عادتش، رغم ان دي مش اول مره عكاشة ياما غازل اسرائيل من على قناته. اشمعنى دلوقتي زعلانين؟ ها اشمعنى؟ وحققوا اليوم اعظم انتصار لهم في مصر. اني اهنئ بني اسرائيل. والقى احمد زويل كلمه امام الكنيسه الاسرائيلي، ومصطفى بكري لما بيقابله بيبقى ناقص يبوس ايده. ها؟ قبل معاهده السلام. ايه ده اللي قبل معاهده السلام؟ تتخرف يالا؟ انت بتخرف يالا؟ ده لسه قايله من 4 ايام، من 4 سنين. ما تيجي تدخل معانا. لا بقى، ده انا برفع القبعه لاسرائيل وبقول للجيش اسرائيل والشعب اسرائيل ولقياده اسرائيل انتم رجال. طب فاكرين لما حبوا يعملوا فيه مقلب وقالوا له احنا التلفزيون الاسرائيلي؟ ده كان موقف. إذا دكتور توفيق، هذه قناة إسرائيلية وهذا برنامج إسرائيلي، هل توافق على إذاعة الحلقة؟ اوافق. حقا؟ ليه؟ ليه؟ أنت لا ترفض؟ لا. ليه العزم؟ إذا لا شك. ولما عرف انه برنامج مصري ده بقى موقف. أنا مصرية وده برنامج مصري وإحنا ايه برنامج مصري؟ برنامج اسمه الحكم بعد المزاولة. قناه ايه دي؟ ما ينفعش. وحضرتك لو بتصور نفس الحلقة على تلفزيون مصري مش هتقول نفس الكلام؟ انا حر في الكلام اللي انا اقوله. طب ايه اللي اختلف؟ وليه الناس زعلت منه رغم انها مش اول مره؟ جايز؟ لا مش جايز، ده اكيد. دلوقتي الراجل دوت نائب عن الشعب، يعني بيمثل الشعب مش بيمثل نفسه، مش برنامج طالع فيه عبيه كلام وخلاص. وده اللي خلى زمايله النواب يزعلوا منه. فرصتهم بقى جت. الامر الاخطر ان توفيق عكاشة نائب برلمان يعني ان هناك خروج على منظومه البرلمان وخروج على كل السوابق البرلمانيه. الذي يمكن ان تفضي اليه هذه الجلسه العامه سياده النائب؟ على الاقل لابد من اسقاط عضويته باعتباره انه فقد الثقه والاعتبار. قدمت لي ببيان عاجل وطلب رسمي رقم 1 أن يدرج موضوع نائب التطبيع توفيق عكاشة على جدول أعمال جلسة الأحد القادم حتى يتم مناقشته. رقم 2 طالبت بتشكيل لجنة خاصة يحال إليها نائب التطبيع تمهيدا لجمع توقيعات السادة النواب من أجل إسقاط عضويته من البرلمان. ده غير طبعا أهالي الدايرة بتاعته اللي بيمثلهم. بضرب نفسي بالجزمه ان انا انتخبت على توفيق عكاشة في يوم من الايام، وادي الجزمه على دماغي ان انا انتخبتك يا عكاشة. كان يوم اسود يوم ما انتخبتك وجبت لنا العار وجبت الدايره طلقه ونبروه العار. الراجل يستحق الثقه اللي خدها من الدايره ديت، والدايره دي بريئه منه، واحنا واقفين دلوقتي ويوم بكره هنكون قدام المحافظه
بنندد بالثقه ديت وبنسحبها منه تاني. بطالب باسقاط العضويه عن النائب توفيق عكاشة وسحب الثقه منه، لانه باي صفه يتكلم باسم مصر يتفاوض مع اسرائيل بصفته ايه يعني؟ توفيق عكاشة يسقط يسقط توفيق عكاشة، يسقط الخيال العميد، يسقط الخيال العميد. لغايه لما جينا لليوم الموعود ربنا اداله اشاره قبل ما يخش المجلس، بس ما اخدش باله. مواطن كتب على عربيته جاسوس. طبعا عكاشة يسكت، ما سكتش، قام نازل من على عربيته جري ورا المواطن عايز يضربه، وحرض الناس كمان تضربه. ده انت مصر على موقفك بقى. هاتوا الراجل ده اضربوه، الراجل ده اضربوه، هاتوا اضربوه. ما تنزلش رجاله رجاله فوق، احنا اللي نضربوه. يخليك هو عمل ايه يا دكتور توفيق؟ عمل ايه؟ مكتوب عليها الجاسوس الناس بتضربه. وهوب دخل البرنس المجلس من هنا، والنائب المخضرم المحترم كمال احمد بلغوا راي الشعب في اللي عمل. لكن الشعب له راي، وانا من الشعب وممثل الشعب، وهذا رايي وقد اعتنوه. فمعنى ما الدوله صامته ومكتفه بالايادي عشان المعاهده والقانون، لكن الشعب له راي اخر، وانا ممثل الشعب وقلت رايي، وانا يعني تعبيرا عن راي الشعب دون احراج للدوله ودون احراج للمجلس. طبعا الناس افتكرت ان عكاشة هيزعل خالص على فكره. لو ضربني 30 جزمه على دماغي ده زي ابويا. أنا راجل مؤمن إيمانا من عند الله، إيمانا من عند الله أن لكل أجل كتاب. وده بقى كان رأي مجلس النواب في اللي عمله عكاشة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا منفوخة؟ ورا مصنع الكراسي